السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. ألف مبروك للنادي الأهلي. الأهلي بيفوز على الجونة 3-0. نتيجة كويسة، نتيجة مطمئنة، ماتش جميل. الشوط الأولاني كان ماتش علاء عبد العال عامله زون ديفنس زي ما قال الكتاب، لولا امام عاشور في الدقيقة 37 فك الحصار بشوطة من بره ال 18 سكنت شباك احمد مسعود. تمام. بعد كده محمود متولي جاب هدف من رفعة من علي معلول بعد ما خد اشارة الكابتنة والدنيا ظبطت معاه، وبعد كده ضربة جزاء لحسين الشحات ملهاش اي علاقة بضربات الجزاء اصلا، واحنا بنقول اللي لينا واللي علينا. ضربة الجزاء لا تمت بضربات الجزاء بصلة، واتحسبت، وكهربا حط الجون الثالث، وده دليل على ان طقم الحكام ضعيف. ان كان الحكم اللي في الساحة وان كان اللي على الفار، ده محمود وده محمود، بس واحد بسيوني والتاني ناجي، كلهم حكام على ما تفرق. تمام. الف مبروك للنادي الاهلي، وثلاث نقط مهمين جدا. احنا قبل الماتش قلنا اهم حاجة النتيجة، انا مش عايز اداء، اهم حاجة النتيجة عشان نعدي الماتشين التانيين في امان قبل بطولة افريقيا في تونس، وان شاء الله يوم 25 في القاهرة، والاهلي يتوج بالبطولة ال 12 باذن الله. تمام. الماتش النهاردة احنا الحمد لله انفردنا بالتشكيل، بس السولية اللي قلنا انه يلعب اشتكى مش عارف، حس بألم في الخلفية، راح مقعده ومنزل كريم ندفد. فالتشكيل النهاردة كان مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، وكان متولي وعبد المنعم، علي معلول وعمر كمال. نص الملعب امام عاشور، كوكا، ندفد. الطرفين قدام بيرسي تاو وحسين الشحات، والرأس الحربة وسام ابو علي. تمام. بعد كده بقى نزل رضا سليم، ونزل كهربا، ونزل مودست كمان ورضاه. يعني انا نفسي يعني تحب كل اللعيبه زي ما بتحب مودست كده يا عم كولر. تمام. هو الراجل بيراضيه عشان عارف انه ماشي يعني. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله يوم الاربع الاتحاد السكندري باذن الله، وكل التوفيق للنادي الاهلي. بخصوص بقى قضيه الشيبي وحسين الشحات، الاستاذ ابو المعاطي زكي طلع وقال لك انفراد. ايه يا عم ابو المعاطي؟ قال لك انفراد في قضيه حسين الشيبي والشحات. مين اللي قال؟ الاستاذ ابو المعاطي زكي. تمام. طلع قال لك انفراد. هو الاستاذ محمد شيرين كان في اتحاد الكوره وقاعد مع جمال علام والعطار، فكلنا وكل الدنيا قالت ان هو سلم الجواب لمين؟ لاتحاد الكوره، والجواب في الدرج، والقرار في الدرج، وعقوبة الشيبي في الدرج، وهم مستنين وقت معين قبل يوم 9 يعلنوها عشان الاهلي ما يقدرش يعمل حاجة. ده كل اللي احنا قلناه بصراحة. الاستاذ ابو المعاطي الزكي بيقول لك احنا اكتشفنا ان هو المستشار محمد شيرين كان قاعد عنده عشان بيبعتوا ايميل للاتحاد الدولي. هنا بقى تعرف يعني ايه اتحاد عاجز، اتحاد مش قادر ياخد قرار عشان السبوبة والمصلحة، خايف يزعل الناس. اتحاد يعني انت شغلتك ايه؟ عشان تبعتوا ايميل للاتحاد الدولي عشان تقول له نعمل ايه مع الشيبي؟ كسر اللوائح، طب نحكم عليه بايه؟ طب نعمل ايه؟ ده كلام؟ انا كنت قاعد مذهول وانا بسمع الكلام، عشان تعرف ان احنا عندنا اتحاد ضعيف، اتحاد ما بيقدرش ياخد قرار. انت بتبعت للاتحاد الدولي ليه؟ فين اللائحة؟ انت ما عندكش لائحة. الاستاذ ابو المعاطي زكي بيقول لك السادة القضاة الجلال بيقول لك ان القانون ما يمنعش اي حد من المحكمة المدنية. ماشي، بس هو هنا
مش في الشارع، في قانون للرياضة ولائحة. كون بقى ان السادة القضاة الكرام ما يعرفوش في قانون الكورة، فمحدش يقعد في مكان هو ما يعرفش فيه. اصل انت مش قاعد على منصة محكمة وبتحكم في قواضي قتل وسرقة واغتصاب. ده انت هنا في اتحاد كورة بتحكم في لجنة انضباط رياضية، فانت لازم تنفذ اللوائح، ملهاش علاقة بالقانون اصلا. ده قانون رياضي، ودي لائحة حاططها الاتحاد الدولي الكاف للأندية كلها في العالم كله، مش عندك انت بس. فانت المفروض تبص في اللائحة وتنفذ على اساس اللائحة. تقول لي ابعت ايميل للاتحاد الدولي عشان يقول لي اعمل ايه مع الشيبي، عشان اما اخد حكم يبقى هو الحكم الصحيح، او اما اخد قرار يبقى هو القرار الصحيح؟ انا اسف، ده فشل. فشل بكل، انا اسف ان بقول كده، من لجنة انضباط لاتحاد كرة. ده كله فشل، لان انت عندك لائحة مفروض تمشي باللائحة. احنا دلوقتي مش قاعدين على منصة في المحكمة وبنحكم للجمهور، لا، ده احنا قانون رياضي وليه لائحة. كل ده شغل داخل الرياضة. الاستاذ ابو المعاطي زكي بيقول لك عشان الناس دي ما لعبتش كوره وما مارستش رياضه فهم مش، لا، ازاي؟ المفروض اللي يقعد في مكان زي ده وهيبقى في لجنه انضباطيه يبقى دارس الموضوع كله وحافظ اللائحه، عشان لو اتسال سؤال يقدر يرد باللائحه. لكن احنا للاسف بنشوف حاجات في الكرة المصرية والاتحاد المصري والرياضة المصرية حاجة غريبة جدا، وبيقول لك الرد ممكن يكون جه وممكن يكون ما جاش، بس الرد معروف. اتحاد الكاف هيبعت لهم كلمة واحدة: اشتغلوا باللائحة، شوف اللائحة اللي عندك ايه ونفذها. لكن مش هيقول لك احكم على الشيبي بكذا ولا اديله ايقاف كذا، لا، مش هيقول لك. هيقول لك شوف اللائحة اللي عندك واشتغل على اساسها، شوف اللائحة عندك بتقول ايه واشتغل على اساسها. وساعتها هيبقى رد محرج ومخزي، لان انت مش مفروض تبعت ومتستناه يقول لك كده، انت مفروض تبص في اللائحة وتشتغل باللائحة اللي عندك. تمام؟ طبعا القرار هيطلع ويجي بقى يطلع من اتحاد الكرة على الوزير، على ما يلف لفته بقى تكون ميعاد القضية جه. تمام؟ لان مفيش حاجة بتحصل الا لما لازم الوزير يكون مؤشر عليها ومدي تعليمات. ما هو اللي بيحصل ده كله هو بعلمه برضه، هو عالم بكل حاجة، ما بيعملوش خطوة من غيره. ما هو دليل على ان المنظومة كلها ما شاء الله يعني عليه مش عارفة تاخد قرار. فحاجة غريبة جدا يا جماعة، وحاجة مؤسفة جدا 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 جدا. ولجنة الانضباط بصراحة مع كل الأندية ايديها مرتعشة. عند الأهلي ماسكة السيف وبتقطع يا باشا. كهربا بتليفون اتحكم عليه 12 شهر ومليون جنيه غرامة. اشمعنى في كهربا ما رحتش للفيفا وما سألتش وما دعبستش وما حسستش عشان تاخد قرار ضد كهربا؟ تمام؟ فالموضوع غريب شوية. فياريت تكتبوا لنا في التعليقات رأيكم ايه في الكلام ده، وبعد اذنكم لايك وشير، وعايزين نخلي الفيديو ده يفرقع كده والناس كلها تشوفه عشان الكلام ده خطير جدا. تمام؟ بمناسبة بقى لجنة الانضباط، فين عقوبة شيكابالا ودونجا؟ مش قرعة كاس مصر طلعت الجديدة؟ مفروض مع القرعة اللي تطلع العقوبات بتاع الكاس اللي فات، عشان اللعيب اللي عليه عقوبة يأديها. تمام؟ ولا الكلام ده غلط؟ كله في الدرج. شفتوا الليمبي لما كان بيقول لك الختم في الدرج؟ احنا عندنا بقى الختم في الدرج، كل الجوابات في الدرج. وكلكم طبعا اكيد سمعتوا الحديث بتاع الاستاذ فوزي لقشع ولما فضح فيه اتحاد الكوره وقال لهم الجواب جالهم وخبوه وما رضيوش يقدموا ان هم يستضيفوا المباراه، وسابوا الاهلي يلعب في ارض غير ارضه ويتهزم البطوله، وكان على قلبهم زي السكر. عشان تعرفوا المنظومه، الاهلي بيحارب دوله. تمام؟
بمناسبة بقى كاس مصر، القرعة طلعت، القرعة طلعت والعقوبات ما طلعتش. يعني القرعة الجديدة نزلت والعقوبات ما نزلتش. القرعة قالت الاهلي هيلعب مع الالومنيوم، فاركو هيلعب مع الواسطة، البنك الاهلي هيلعب مع بتروجيت، المصري هيلعب مع جمهورية شبين الكوم، بيراميدز هيلعب مع النصر، اتحاد السكندري هيلعب مع ابو قير للاسمدة، المقاولين العرب هيلعب مع الترسانة، بلدية المحلة هتلعب مع الجونة، الزمالك هيلعب مع بروكسي. فاكرين بروكسي؟ فاكرين بروكسي اللي الحكم صعب عليه ان الزمالك يخرج من فريق في الدرجة الثانية وتغاضى عن ضربتين جزاء صحاح 100%، والماتش طلع 3-2 لصالح الزمالك. فاكرين بروكسي؟ اهو ربنا وقعه معاه تاني. الزمالك وبروكسي، طلائع الجيش وبور فؤاد الاسماعيلي والقناة، سموحة ولافيينا، مودرن فيوتشر وبترول اسيوط، انبي والجونة، سيراميكا ومكادي، زد والداخلية. دي قرعة كاس مصر الجديد، او مش الجديد، هو بتاع السنة دي، بس احنا على طول عندنا كاس مصر متكنسل. اصل عندنا لجنة مسابقات ماشية بالمزورة، وعندنا لجنة انضباط ماشية بالمزورة، وعندنا اتحاد كورة كلامه سيف على الاهلي بس. شكرا لكم يا جماعة، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وحصري. لايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس. السلام عليكم.